صحابنا هيجوا يزورونا، بس يا رب الواد عشماوي ده ما يجيش معاهم. انا ما بحبوش. يا لهوي ما تفكرنيش. ده واد رخم ودمه تقيل قوي. ده رخم قوي ودمه تقيل وما بيحبش الخير لحد كده. حصل. بس الصراحة هو بيضحكنا في القعدة، بس برضه رخم ودمه تقيل. والواد حشمت ده برضه، ده يا ستار بارد اكتر من عشماوي. الصراحة كده عشماوي بارد أكتر من حشمت. الاتنين زي بعض وارخم من بعض. بس حشمت بيلبس لبس شكله يضحك قوي وعامل نفسه يعني الواد ستايل قوي. شفت امبارح كان لابس ايه؟ بنطلون أحمر وتيشيرت أخضر. ولا النضارة اللي كان لابسها، حد يلبس نضارة صفرة؟ أيوة يا ابني عشان هو أصفر من جوه. اصفر من جوه، يعني بيغير من الناس يعني وكده. وما بيحبش الخير لحد زي عشماوي كده. ولا شفت مازن عامل لي فيها جماوي وفتح قناة يوتيوب، كل شوية يطلع بجسمه عريان عشان يورينا عضلاته. ده طلع بيضحك على الناس. انا شفته امبارح كرشه مدلدل وقرب ينزل على حجره. أنا شفته برضه قبل كده. ما كانش عارف يلبس التيشيرت من كتر الدهون اللي على بطنه. شفت بقى سلمى؟ يا راجل سيبك منها، دي حساسة قوي. حساسة ايه؟ دي حساسة للترند بس. اول ما حاجة تطلع ترند تقوم تعمل فيديو على طول عنه وتقول للناس شير للفيديو عشان يوصل للناس كلها. شير ايه وهي الناس برضه هتشير العبط اللي هي بتعمله ده. شفت بقى ريم؟ مالها دي؟ معرفش عنها حاجة. دي شاطرة ودايما بتطلع الأولى. دي طلعت بتغش وهي اصلا ولا شاطرة ولا حاجة. كل مرة تعمل نفسها اغمى عليها عشان يحلوا لها الامتحان. ربنا يهديها يا أخي ويهدي كل أصحابنا. ربنا يهديكم انتوا كمان. بقالكم ساعة قاعدين بتتريقوا على أصحابكم وتغتابوهم وبتتنمروا عليهم، وفي الآخر بتقولوا ربنا يهديهم. يا شيخ بس اللي احنا بنقوله ده صح. هما فعلا كده. حتى لو الصفات الوحشة دي فيهم فعلا، ما ينفعش تتكلموا عليهم كده. حتى ولو كنا بنهزر، ممكن تهزروا مع بعض، لكن من غير ما تتريقوا على خلق ربنا وتتريقوا على لبس واحد وشكله. ممكن تهزروا في حاجات تانية، في الألعاب اللي بتلعبوها مع بعض، من غير ما تحاولوا تزعلوا حد أو تضايقوه. لكن دي اسمها غيبة وتنمر. طب احنا دلوقتي المفروض نعمل ايه يا عمو؟ دلوقتي لازم تستغفروا ربنا عن اللي انتوا بتعملوه، ولازم يكون عندكم النية انكم مش هتعملوا كده تاني أبدا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. صدق الله العظيم. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره، يعني إنك تقول عنه حاجة لو سمعها ممكن يتضايق.